سلام. لو قلت لكم ان انا النهارده ما كنتش ناويه اعمل فيديو ولا حتى افتح كاميرا واعمل اي تسجيل من اي نوع، لكن وانا بقرا في الكتاب بتاع الشهر ده ال7 Habits of Highly Effective People لستيفن كوفي، في قصه كانت موجوده او وارده في الكتاب صفحه 79 لصفحه 80 في النسخه الانجليزي، واكيد هتبقى في النسخه العربي، هي اللي خلتني افتح الكاميرا واسجل. القصه فيها الرد على الكائن المستلوح، الكائن اللي بيخليكي قاعده كده في امان الله يخترق خصوصيتك ويبدا يعرض عليكي عرض باللغه المحسن العطاء اللي مفيش منه اتنين في الكون، ومنتظر ان انت استحاله هترفضي العرض ده. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحدوته. هنسمي الكائن ده محسن لان هو ده الادعاء اللي هو بيدعيه. في الكتاب كان ستيفن كوفي في الجزء ده دي الهابت الاولانيه، والهابت الاولانيه بتتكلم على البرو اكتيفيتي، او انك تكون برو اكتيف بيرسون، او ان انت تكون انيشيتيف، او تكون البني ادم اللي هو عنده اقدام. ففي الجزئيه دي هو بيتكلم ان الانسان بيبقى عنده في اي موقف ان هو ياخد alternatives او ياخد البدائل ويدرسها، يحلل الموقف اللي هو فيه ويشوف اللي يقدر يعمله يبدا بعمله، ما يستناش ان الدنيا حواليه هي اللي تتغير وياخد نتائج. فهو موجود في احد المحاضرات او السيمينارز اللي كان بيديها ستيفن كوفي قال نفس الكلام، وكان بيتكلم على البرو اكتيف بيرسوناليتي. وبعدين جاله راجل من الحضور ومحسن بيه بتاعنا بقى هنا، وقال له ان كلامك ده ينفع في كل مواقف لكن ما ينفعش مع العيله. قال له مش فاهم، قول لنا يا محسن بيه. فمحسن بيه قال لعمنا ستيفن كوفي يا سيدي انا متجوز من يجي 15 سنه كده، وعندنا 3 عيال، لا 2 ولا 1، محسن يعني، ولا بقيت بحب مراتي ولا بقت هي بتحبني. عمنا ستيفن كوفي قال له ما تستقبلش يا محسن، حبها. قال له يا عم احبها ازاي؟ ما بحبهاش، خلاص مفيش، المشاعر دي مش موجوده. عمنا ستيفن قال له روح حبها. قال له ازاي يعني؟ انت مش فاهم؟ انت سامعني؟ انا محسن بيه بقول لك مفيش، المشاعر دي مش موجوده، انت مش فاهم ولا ايه؟ المهم الحاج ستيفن راح راجع وقال له روح حبها. روح حبها ده فعل، لكن اللي انت بتتكلم عليه الحب ده ايموشن، ده نتيجه الفعل. روح حبها يعني روح اخدمها، قدرها، ضحي عشانها، اسمع لها وتعاطف معاها. تعاطف معاها دي اللي هي ايه؟ الاكنولج اند فاليد. احفظوا الكلمتين دول مهمين على فكره. وقدر اللي بتعمله عشانك. وبعد ما تعمل كل الافرميشن ده او التاكيدات على انك فهمها وفعلا من جواك تفهمها، وانت كلك اراده من جواك، البرو اكتيف، الاكشن من عندك، الفعل من عندك، شيء طبيعي لما تقدم كل ده هيبقى نتيجته الثمره اللي هي الحب، المشاعر. محسن بيه كان عايز يعمل زي اي محسن بيه، خلاص دي ادمت، نروح ندور على واحده صغيره او واحده تانية من طقم السناجل ونقول لهم انا محسن بيه وانا كتير عليها وعارف ان انا كتير عليكم، لكن انا جاي لكم بعرض سخي لان انا استحق ان اخد خدمه مميزه، فانتوا لازم تدوروا على طريقه تخدموني بيها الخدمه المميزه. طبعا احنا كلنا بنتغاظ من محسن بيه بس ما بنعرفش نرد عليه. ستيفن كوفي رد عليه. ستيفن كوفي قال له المشكله مش فيها، المشكله مش في ان الجديده هتبقى مختلفه، المشكله فيك انت اللي خايب، بتعصبك يا خايب. طب يا خايب يا خايب، ده الرد المناسب للخايب. اما بالنسبه للي بتصدق الخايب، قالوها زمان قبل ستيفن كوفي ايام جدتي وجدتك، ان كان فيه الخير مكان رماه الطير. سلام.